بصوا، خلينا متفقين ان محدش فينا ما بيحبش الملبن الاحمر او الجزائريه. وانا بصراحه بمناسبه المولد النبوي ما حبيتش كده اخش عليكم بايدي فاضيه. قلت نعمل ايه وصفه الملبن الاحمر دي او الجزائريه بطريقه بسيطه ومقادير بسيطه جدا، وكمان كميه اي حد هيقدر يعملها وهتنجح معاه من اول مره. زي ما انتوا شايفين، حلو جدا وقوامه حلو قوي. مش هتصدقوا ان انتوا عاملينه، يعني كمان هتفرحوا بيه اكتر من الولاد. شايفين المطة بتاعته حلوة جدا، وده دليل على نجاح الملبن الأحمر معانا أو الجزائرية. أنا بصراحة من محبين الجزائرية دي أو الملبن الأحمر. وكمان القشطة من الحلويات الحلوة أوي اللي بحبها من حلويات المولد. قطعته كده بقى عشان يكون شكله حلو عند التقديم. وتعالوا عشان ما اطولش عليكم المقدمة نشوف هنعمل الملبن الأحمر ده ازاي أو الجزائرية بمقادير بسيطة، وإن شاء الله ينجح معاكم من أول مرة. اول حاجة هنجيب طاسة واسعة، ويستحسن تكون تيفال علشان الملبن بيلزق معانا شوية. هنضيف كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم رشة بسيطة قوي من ملح الليمون، ونقطتين كده من الفانيليا او مية الورد. وبعد كده هنضيف نص كوباية من عسل الجلوكوز، وده متوفر عند محلات مستلزمات الحلواني ومش غالي خالص. بتجيبوا علبة بتقضي معاكم مواصفات كتيرة جدا. هننزل بقى عسل الجلوكوز بالطريقة دي وهندوبه كويس جدا مع المية والسكر وملح الليمون والفانيليا اللي احنا ضفناهم. اول بس ما الخليط او العسل ده يبتدي يغلي زي ما انتوا شايفين، هنكون محضرين معانا 4 معالق كبار من النشا، عليهم ربع كوباية من المية. وهنقلب او هندوب النشا دي كويس جدا في المية لحد ما تدوب تماما بالشكل ده. وبعد كده بقى هنجيب ويسك او مضرب بيكون بقى سيليكون علشان الطاسة اللي احنا مستخدمينها تيفال، وهننزل بقى بالنشا على الشربات بتاعنا. والخطوة دي مهمة جدا ان احنا نقلب ما نوقفش تقليبة علشان النشا ما تكتلش معانا في الشربات وقوام الوصفة يبوظ معانا. 3 حاجات بقى مهمين لنجاح الملبن الاحمر او الوصفة اللي معانا النهاردة. اول حاجة المقادير، تلتزموا بالمقادير زي ما انا قلتها بالظبط. تاني حاجة التقليب المستمر بالذات في الملبن الاحمر او الوصفة اللي معانا النهاردة. تالت حاجة قوام الملبن في الاخر، ده اللي هيحكم على نجاح او فشل الوصفة بتاعتنا. هنفضل نقلب بقى لحد ما القوام يتقل معانا ويتغير زي ما انتوا شايفين، ولونه كمان يبقى شفاف. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بقلب مش بسيب ايدي خالص من الويسك او المضرب. لما يوصل بقى للقوام ده هكون مجهزة معايا 3 معالق كبار من الجيلاتين البودر، وعليهم زي مثلا 3 معالق كبار من المية الدافية. وهنقلب بقى الجيلاتين مع المية الدافية دي كويس جدا. والجيلاتين برضو هتلاقوه في محلات مستلزمات الحلواني، هتجيبوه مع عسل الجلوكوز. هننزل بقى كده بالجيلاتين على العسل او الشربات بتاعنا وهنقلب كويس جدا. في كل مرحلة لازم ناخد وقتنا في التقليب. المرحلة دي مهمة جدا بقى ان احنا نقلب. معايا بقى هنا لون احمر علشان يدينا بقى لون الملبن الاحمر بتاعنا او لون الجزائرية اللي احنا متعودين عليها. هنقلب كده كل ما احتاج لون او احس لا ان هي لسه ما اخدتش اللون الحلو بتاعها، بضيف كده نقط، بضيف نقطة بنقطة علشان اللون ده مركز جدا. اقل نقطة منه بتدي لون معانا قوي. هنقلب بقى كويس جدا، مش مجرد تقليب كده كل مرحلة، لا زي ما قلت لكم لازم تاخد وقتها في التقليب علشان نجاح الملبن ده بالذات او الوصفة دي بالذات معتمد على التقليب علشان نوصل للقوام الصح في الاخر. هنقلب بقى كده لحد ما يتقل معانا خالص زي ما انتوا شايفين. هنا كمان لما برفع المضرب كده بحس ان القوام تقل معايا، التقليب بيتقل معايا والقوام بيتقل معايا زي ما انتوا شايفين. الملبن بينزل بصعوبة جدا من المضرب، شايفين بينزل حتت كده مش بينزل سايل معايا. انا كمان عايزة اوريلكم كده بالسباتيولا قد ايه القوام تقيل. لما باخد خط كده ما بينزلش الملبن على بعضه. هنا كده خلاص القوام المظبوط معايا وصلت له. اخر بقى حاجة هضيفها علشان بقى تديني طعم حلو، هيكون معايا نص كوباية من فول السوداني. ممكن كمان تستبدلوه بالبندق، بعين الجمل، باللوز، اي نوع مكسرات تفضلوه. اخر حاجة بنزلها هي الفول السوداني وبديله تقليبة كده زي ما انتوا شايفين. بنزل بقى الفول السوداني في الاخر علشان ما يطرش معايا ويفضل كده مقرمش معايا في الملبن، واحس ان كده طعمه مقرمش وحلو ولسه طازة مش طري خالص. هنا بقى لما شلت الملبن من على النار وهو لسه سخن، عايزه اوريلكم بقى القوام قد ايه تقيل، وده القوام المظبوط.
اللي هيدل على نجاح الملبن في الاخر. شايفين بينزل من الاسباتولا بصعوبة جدا، ولم معايا، وكمان الكمية قليل. في طبق بقى او في صينية صغيرة متوفرة عندكم، بحط كيس كده بكون مسحاه بمسحة زيت علشان الملبن ما يلزقش في الطبق او في الكيس اللي انا هضيف فيه الملبن، وبنزل بقى بكمية الملبن كلها بالشكل ده في الطبق اللي عندي بقى، اي طبق متوفر عندكم او اي صينية كده صغيرة علشان الكمية اللي معانا مش كبيرة قوي. وبنزل بقى كل كمية الملبن الاحمر بالشكل ده، بظبط كده الوش، بخبطها خبطتين كده علشان تاخد شكل القالب في الاخر وما يكونش فيها اي فراغات. بعد كده بقى بنسيبها بالشكل ده على رخامة المطبخ من 3 ل 4 ساعات لحد ما تبرد تماما وتنشف تماما. بعد كده بندخلها التلاجة من 3 ل 4 ساعات، مش اقل من كده، علشان الملبن في الاخر يكون متماسك كده واحنا بنقدمه وكمان واحنا بنقطعه. ده بقى بعد ما خرجته من التلاجة تقدروا تعملوه من الصبح وتقدموه مثلا بالليل اخر النهار، او تعملوه من بالليل وتاني يوم الصبح تقدموه. يبقى افضل حاجة علشان تدوله وقت كده في التبريد ويكون القوام متماسك. زي ما انتوا شايفين القالب متماسك جدا وحلو قوي. هنقطعه بقى بالشكل ده. يستحسن ان احنا ندهن السكينة اللي بنقطع بيها مسحة بسيطة قوي من الزيت علشان تبقى سهلة معانا في التقطيع. وزي ما انتوا شايفين قوامه خرافي وحلو جدا. لما هتعملوه ان شاء الله بالطريقة والمقادير اللي انا قلت لكم عليها مش هتصدقوا نجاح الوصفة. وعايزه اقول لكم طعمه احلى بكتير قوي من اللي بنشتريه من بره، والقطعة زي ما انتوا شايفين حلوة جدا وسميكة. هتفرحوا كده لما تعملوا الملبن ده في البيت، واحلى بقى من الكاندي والمارشميلو والحاجات اللي بنجيبها من بره دي حلويات شرقية اصلية. كمان لما تعملوها في البيت زي ما قلت لكم وتقدموها كده الولاد هيفرحوا بيها قوي. عايزه بقى اوريلكم مطة الملبن في الاخر زي ما انتوا شايفين حلو جدا. وكمان هنا بقطم لكم حته عشان اوريلكم بس القوام قد ايه متماسك، وكان لذيذ وحلو قوي. قطعته بقى كده صغير علشان يكون شكله كده ظريف وحلو كده. عندي التقديم هيعجبكم ان شاء الله ويعجب الولاد جدا. جربوه على طريقتي وان شاء الله ينجح معاكم من اول مره. دي كانت وصفتي البسيطه النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان تشوفوا الوصفات الجديده اول باول. استنوا ان شاء الله في وصفات تانية جايه كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.